ويا هلا والله وميت مرحبا، شلونكن حبايب؟ شو الأخبار؟ طمنيني عنكن، إن شاء الله بخير. إن شاء الله كل أيامكن سعادة وفرح وهنا وراحة بال. بتمنى لكن إن شاء الله بالسنة الجديدة إنه تكون سنة خير علينا وعليكم بإذن الله. تكون سنة مليانة حب وفرح وسعادة. الله يبعد عنا كل أذى وكل هم وكل حزن ويشفي مرضانا بإذن رب العالمين، ويخلينا أهالينا ويحفيهم ويحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية ويعطينا الصحة والعافية وطولة العمر. والله يجعل ولادنا وولادكم بإذن رب العالمين من البارين والصالحين، آمين يا رب العالمين. هون يا عزيزاتي بلشت معاكن الفيديو بأطيب فنجان قهوة مع أختي الغالية. الله يخلي لي إياها ويحميها ويحفظها ويعطيها السعد والهنا يا رب. وبعدين قلت لازم أطبخ طبخة لأبو أسامة أحمي وجهي فيها قدامه، لأنه يا بنات الحلال صار لي شغلة أسبوع ما عم بطبخ، ما عم بيجي عبالي الطبخ. فقلت خلاص بس لازم أعمل طبخة لهالزلمة. دورت شو في عندي أغراض، ما عندي لقيت عندي طحين وسبانخ، قلت خلاص معجنات ما في غيرها. فهون يا عزيزاتي جبت كيلو طحين، حطيت عليه معلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقتين لبن وظرفين خميرة ومي دافية، وعجنته. والله بنص العجين حطيت عليه معلقة زبدة كبيرة. طبعا الزبدة بتعطي طعمة كثير طيبة واللبن بيعطي طراوة. وخليتها تنعجن مظبوط، لأنه سر العجينة تكون كويسة وتطلع طرية وطيبة إنها تنعجن كويس. واحد شغلة ثانية إنه الفرن يكون حامي. حبوبة إذا فرنش مو حامي فنصيحة لوجه الله تعالى لا تعملي معجنات ولا تغلبي حالك. أنا بالنسبة إلي الفرن اللي عندي وسط، بس حاطة فيه حجر. هذا الحجر بيحفظ الحرارة، يعني بس توصل درجة الحرارة لل400 بالفرن بالعادة بيفصل بيرجع بيسخن. لا، هذا الحجر بيحتفظ بالحرارة. فوالله يا عزيزاتي لبين ما عجنت العجينة جهزت حشوة السبانخ. أنا السبانخ ما بسلقها، بس بقطعها برش عليها ملح وبفركها وبعصرها من المي مليح. طبعا لازم تتعصر من المي مشان ما تطلع المي من العجينة ويصير منظرها مو حلو. وبعدين بكون مذبلة بصلة على طرف، بضيفها عليها طبعا بزيت الزيتون، وبحط معلقة دبس فليفلة، معلقتين دبس رمان، رشة ملح، رشة فلفل أسود، ورشة سماق. بذوقها طبعا إذا ما كانت حامضة بعصر عليها شوية ليمون. وطبعا أني أحيانا بحط كمون. زمان كنت أسمع إنه العالم بيحطوا على السبانخ كمون، أقول لأ مو طيبة، لحد ما إجا يوم وضفت لها كمون وفعلا طلعت طيبة. فاللي مو مجربها بكمون يجربها. فبعد والله ما اختمرت العجينة قررت إني أقرصها وأتركها ترتاح، لأنه العجينة كل ما ارتاحت كل ما عطت نتيجة أفضل، بس مو تخليها ترتاح كثير يعني. ايه والله. وبعدين طبعا شكلتها وشويتها بالفرن. فوالله يا عزيزاتي أني بالنسبة إلي قبل ما أتجوز أبو أسامة كنت عاملة له البحر طحينة. كنت أقول له أبو أسامة بكرة يا قلبي بس أصير عندك أشر ودشر، طبخ فطور غدا عشا. هسا والله بطبخ يعني الصراحة. بس والله من وقت ما طعمني رب العالمين ابني أسامة صرت أتوتر بس أفوت على المطبخ، لأنه ولد صغير وبخاف عليه من النار وبخاف عليه يمسك فرن ويمسك له شي قصة. يعني بطبخ الحمد لله، بس مش مثل قبل. فوالله هاي أحد الوعود الكاذبة اللي شو قلتها لأبو أسامة. انتو خبروني بأيام الخطبة شو قلتن اشي وبعد الزواج طلع عكسه. طبعا أنا هاي واحدة من القصص يعني. ايه والله. فخبروني انتو، اكتبولي بالتعليقات واكتبولي شو مخططاتكم للسنة الجاية، شو حابين تعملوا، شو مخططين، شو في ببالكم. طبعا انتو من العالم اللي بتكتب خطة ولا خلاص كله على تيسير رب العالمين. شو أهدافكم للسنة الجديدة؟ طبعا أنا بالنسبة إلي في بكون ببالي كم هدف يعني، بس إني أقعد وأكتب وما بعرف شو هذا الجو لا، بس خلاص بحط ببالي أهداف معينة وبتوكل على رب العالمين وبس عم بقول يا رب. يعني هالشغلات اللي أنا متمنيتها إذا في إلها منفعة وفي منها خير إلي يا رب يعني قدم لي إياها، وإذا لا يعني أني راضية بكل شي.
فالحمد لله على كل حال. أنا بالنسبة إلي سنة 2025 كانت سنة حلوة الحمد لله، رزقني فيها رب العالمين بابني أسامة، الله يخليه ويحفظه ويجعله من الصالحين والبارين يا رب. فخبروني انتو كمان، اكتبولي شو كان أحلى شي بسنة 2025، شو الشغلات الحلوة اللي مرت معاكم. طبعا هون بهذا اليوم أنا عم بشكل المعجنات وعم بعملها، كانت الدنيا بالليل يعني، فكان عشا اتعشينا وما صورت النتيجة بالليل، صورتها ثاني يوم يعني كان انه مو تازة، بس يلا بفرجيكن النتيجة. طبعا اهم اشي بالسمبوسك والمعجنات انه تسكروا الاطراف مليح، لانه اذا ما تسكرت لا سمح الله بتطلع الحشوة ويصير منظرها مو حلو. وكمان قصة إذا الحشوة كان فيها مي أو رطب شوي كمان المعجنات ما بتزبط، فهذول الشغلات عن جد انتبهوا عليهن، وبإذن رب العالمين بتعملوا فطاير ناجحة وطيبة وبتدعولي عليها. طبعا كل واحد له طريقته، سبحان الله كل واحد له إضافة. أنا أحيانا بحط بيضة، بس الصراحة حسيتها يعني ما لا بتقدم ولا بتأخر، بس عادي يعني أيام بحط هيك يعني حسب أنا شو بيجي عبالي. أنا يا جماعة الخير من العالم ما بتتقيد بمقادير، ما عندي والله إنه أنا كيلو طحين بحط عليه كذا، أو هاي الأكلة لازم أحط عليها كذا، أنا من الموجود جود. طبعا وشغلة كمان إنه المعجنات لحتى يطلع لونها حلو أنا بدهنها ببيضة، كمان بضيف عليها قهوة مغلية، قهوة سادة. القهوة بتروح أول إشي زنخة البيض، وثاني شي بتعطي لون حلو. طبعا أنا بهذا اليوم عملت فطاير سبانخ، وعملت شوية بيتزا، وعملت جبنة ومحمرة، وهاي بعد ما حطيتها على الفرن. طبعا أنا بشغل الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200. وطبعا هاي النتيجة ثاني يوم، لأنه بنفس اليوم اللي عملتها فيه كان الدنيا ليل وكنت تعبانة ومليح مني اللي طبخت. أني يا بنات الحلال بس أحط شغلة ببالي أو بس ينشغل بالي بشي قصة خلص بتلبك يعني ما عاد أركز بأكثر من قصة. فهون يعني إن شاء الله بعد فترة عندي سفرة قريبة شاركتكم شو اشتريت عرباية لابني أسامة، لأنه الصراحة المطارات لبكة، ويعني ما بقدر أسافر بدون عرباية، يعني عندي وحدة بس اللي عندي ما بتطلع بالطيارة، فاشتريت له هاي. فاكتبوا لي بالتعليقات وادعوا لي الله ييسر أمري وأروح وأرجع بخير وسلامة. وشكرا لكم على المتابعة الحلوة، لا تنسوا تحطوا لي لايك.